ده بقى كان اقدم عامل قابلته في البرنامج لحد دلوقتي. اليوميه كانت 7 صاغ، وبالنسبه للاجيال الجديده اللي مش عارفه يعني ايه صاغ، صاغ يعني قرش، والجنيه فيه 100 قرش. طب انت بقالك كام سنه في المصنع؟ لا انا بالظبط كده، انا شغال وانا عندي 14 سنه. ما شاء الله. الوقت سني وصل 64 سنه. ما شاء الله، يعني بقالك 50 سنه في المصنع. ما شاء الله. طيب عم علي، انت بقالك كام سنه برضه هنا؟ بقالي 55 سنه. انت اقدم. ما شاء الله، هو اقدم واحد. جاي وانا عندي 13 سنه. 13 سنه في المصنع. دلوقتي عندي 68 سنه. طب تفتكر اول يوميه كانت بتقبضها كانت كام؟ خدت حوالي 7 صاغ في اليوم. يا ربي على الصاغ، 7 صاغ برضه يعني ما كملش باريزه يعني. جيت اتجوز، الحاج زودني خلاني باريزه. طب حضرتك تفتكر امتى كان اول كونتينر وراح لمين؟ هو كنا روسيا كنا بنصدرها في صناديق خشب، وبعد اول كونتينر صدرنا كان بلجيكا. اوكي. اول كونتينر كان 20 قدم، وده فتحنا بيه سوق في بلجيكا، وبعد كده كنا تقريبا بمعدل كل شهر بنشحن كونتينر لبلجيكا. طيب لو حضرتك تفتكر اخر كونتينر بقى؟ اخر كونتينر كان الشهر اللي فات. 2 كونتينر راحوا، واحده راح جده وواحده راح الدمام. ايه اللي بيحصل ورا مصنع الكراسي؟ ومنين جت ورا مصنع الكراسي؟ بص حضرتك، هو المصنع بتاعنا كان واقع بين قريتين. قريه اسمها وراء الحضر، وقريه تانية اسمها وراء العرب. وراء الحضر دي كانت على النيل مباشره. وراء العرب دي كانت ورا المصنع، والمصنع في النص بينهم. حلو. وراء العرب دي كل ما هو خارج على القانون وطبق هناك. وانا شفت بنفسي جثه ميته في الطريق. وده كان ورا مصنع الكراسي؟ ده كان ورا مصنع. لكن ما كانش ورا مصنع الكراسي، جت من هنا. اللي هو انت يعني عايز اي حد تتخلص منه. هو هاخدك ورا مصنع الكراسي. فلو تحب اخدك نروح يعني مع حضرتك انا ابقى مطمن. افرجك حاجه غلط. افرجك. يلا بينا. يلا لا يعني مش هبقى معاك يعني بتخاف. ايوه هروح معاك، مش هروح لوحدي. ماشي. يلا اتفضل، هاجي معاك. يلا بينا. أنا دلوقتي ورا مصنع الكراسي مع صاحب مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي قصة كفاح عظيمة، والمنتجات اللي بتتصدر دي رايحة لدول وناس يمكن مش عارفينها، لكن هم أكيد هيعرفوا جودة وجمال منتجات مصنع الكراسي. مصنع الكراسي مش بس تاريخ مشرف وحاضر بيفتخروا بيه، دول كل شوية بيطوروا علشان يضمنوا إنه في المستقبل يقدروا يصدروا أكتر وأكتر، ومنتجاتنا المصرية تقدر توصل لأماكن جديدة، وعليها أحلى جملة: صنع في مصر.